سلام سلام البنات، وش راكم؟ أنا في نعمة والحمد لله. نبداو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلوات باش نديو معاكم الأجر. عندنا اليوم طاخت بوم ولا طارت التفاح بزوج بيضات وبالملاعق فقط. نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا زوج بيضات، عندنا 6 ملاعق سكر، عندنا 7 ملاعق كبار حليب، عندنا 4 ملاعق كبار زيت، عندنا وحدة خميرة، وعندنا قشور ليمون وشوية فاني و9 ملاعق كبار تاع فرينة. نبداو بسم الله على بركة الله. نعاود معكم المقادير اللي ما سمحهمش معايا نعاودهم له باش يفهمهم جيدا. لهنا نجيب البيض تاعنا كيما راكم تشوفوا، زوج بيضات نخلطهم مليح مع قرصة تاع الملح، ما تنسوهاش البنات، ونديرو ملعقة صغيرة فاني. نخلطو جيدا، ومن بعد نزيدو بالتدريج نزيدو الحليب. هنا 7 ملاعق كبار حليب، تجي كيكة ما شاء الله. هنا 4 ملاعق كبار زيت. تلوحوا بالتدريج البنات وتخلطوا كيما راكم تشوفوا معايا. راهو كلش واضح في الفيديو البنات. ولهنا بغيت نرحب بالمشتركين جدد اللي راهم يدخلوا معانا، نقول لهم مرحبا بكم، زرتوا قناتي، ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها، وان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم باه يستفادوا حتى هما من الفيديو ولا من لي غوسات اللي رانا نديرو فيهم. البنات ما تنسوناش بجام، راني نتعب باه نقدم لكم لي فيديو. ماذا بكم ديروا لنا جام وكومنتار وتبارطاجيو مع احبابكم واصدقائكم باش تكبر القناة نتاعي وباش تعم الفائدة للجميع. وشكرا للجميع. لهنا نجيبوا قشور الليمون كما راكم تشوفوا، ما توصلوش للبيضه البنات، حاولوا تقشروا غير القشره اللي الفوق. لهنا تزيدوا 9 ملاعق كبار تاع فرينة. من المستحسن انكم تغربلوه مع البنات، واذا الفرينة تاعو مغربله يدير ديراكت، ولا تكون من النوعيه المليحه يدير ديراكت، واللي النوعيه تاعو مش مليحه يدير صفايه ويصفي احسن باش تجي القوام تاع الكيكه يجي عالي ويجي خفيف. لهنا تزيدوا خميره تاع الكاطو كيما راكم تشوفوا معايا، وتخلطوا جيدا كل المقادير مع بعضها. تخلطوا جيدا حتى تحصلوا على هذا القوام، ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه كيما راكم تشوفوا البنات. ما تزيدوا لهاش الفرينه، 9 ملاعق فقط. لهنا كيما راكم تشوفوا تجيبوا المول تاعكم، هو من المستحسن تجيبوا مول عادي. انا جربت في المول هذا بصح ما صلحتليش، لازم مول عادي ما يكونش عنده القوقعه هذيك البنات، في مول مدور. والبنات اللي عندها كاش فكره اللي مول هذو كيفاه نديروا لهم باه ما يلصقوش، تعطينا فكره في لي كومونتير. هنا درت لهم الزيت مليح، ودرت لهم الفارينه هكاك ولصق لي شويه. اللي عندها كاش فكره تخليها لنا في لي كومونتير، نستفادوا منها ونفيدوا بها غيرنا. لهنا المول هذا خطرتين وانا ندير بيه خطرتين وهو يلصق لي، ما فهمتش النوعيه تاع المول اللي مش مليحه ولا كاش استيوس يديروها باش ما يعودش يلصق. قناتي البنات مفتوحه لكم، نتعلموا ونعلموا بعضانا، ونديو افكار بعضانا.
ما زدناش كل متعلمين، ما زدناش كل من كروش والدينا نعرفوا. اللي هنا كل واحد ينعت لخوه، كل واحد عنده فكرة يعطيها للثاني، نديو عليها أجر ونستفادوا منها في نفس الوقت. اللي هنا جبت نعطيلكم زوج حبات بركة البنات، بصح هي حكمت لي 3 حبات تاع تفاح، زوج كبار كيما راكم تشوفوا وحدة صغيرة. لهنا تقشروهم كيما راكم تشوفوا وتغسلوهم وتديروهم براجات كيما راكم تشوفوا، ومن بعد تحطوهم وحده عند وحده تستفوهم، وكل وحده والاختيار تاعها كيفاه بغات تحطهم. كاينه اللي يديرهم من التحت وكاين اللي يديرهم من الفوق. هذه لاغوسات ديريه من الفوق باش كي تطلع الكيكه تجي التفاح هذاك فيها مدرج، تجي كيكه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تخليوا لي في لي كومونتير، وما تنسوناش بالجام البنات، الجام ثم الجام، وبارطاجيو الماكسيموم مع اصدقائكم فضلا وليس امرا. لهنا بعد ما تحطوا التفاح تاعكم كامله البنات، يكون الفور تاعكم سخنتوه على 180 درجه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. اللي هنا اللي بغى يزيد فوقها السكر يزيد، اللي ما بغاش يخليها كيما راهي، ويحطها في الفور من التحت طيب الساعة تحمار مليح، ومن بعد تزيدوا لها ومن بعد تزيدوا تطيبوها من الفوق ولا تحمروها من الفوق جيدا. اللي من بعد ما خذات اللون الاحمر جست ما تحمر البنات نحيوها. هنا بعد ما تخرج البنات ديروا لها المعجون اللي عندكم تاع المشماش ولا تاع التشينا ولا تجي ما شاء الله، واللي ما عندوش يدير لها سيرو خفيف ولا لا جولي تجي ما شاء الله. بالصحة والراحة، وما تنسوناش بالجام او كومونتير.